في ال60 ثانية اللي جايين هقول لك ازاي تبيع الكورس او التدريب بتاعك مهما كان ثمنه للفئة الصح من العملاء بتوعك. اول خطوه هي ان انت هتجيب ورقه وقلم وتكتب خبرتك في المجال بتاعك بالتفصيل الممل، سواء خبرات، تجارب، شهادات، مهارات الى اخره. تاني خطوه هي ان انت هتقسم كل الناس اللي تقدر تاخد الكورس بتاعك الى شرائح محدده، زي مثلا الطلبه وحديث التخرج والموظفين واصحاب الشركات والمديرين. تالت خطوه هي ان انت هتكتب اكبر 3 مشاكل بتواجه كل فئه من الفئات اللي احنا اتكلمنا عليها في الخطوه الثانيه. يعني مثلا الطالب ايه المشاكل اللي بتقابله علشان مثلا يشتغل في التسويق وهكذا. رابع خطوه هي ان انت هتكتب القدره الماديه اللي يقدر يدفعها كل واحد فيهم للكورس بتاعك، وده بيكون على حسب الدخل الشهري لكل واحد فيهم. يعني مثلا الطالب يقدر يدفع لك من 500 ل 1000 جنيه مثلا في الكورس، لان وقتها هو هيكون يا بياخد المصروف من البيت عنده، يا اما هو بيشتغل ويصرف على نفسه، فالدنيا هتكون معاه مزنقه شويه. خامس خطوه وهي ان انت بتكتب الحلول اللي انت تقدر تقدمها لكل شريحه من دول. يعني بمعنى اصح انت بتمسك مثلا المديرين مشاكلهم ايه في التسويق، اكبر